قابلنا برشا عبيد توانسه، برشا عبيد توانسه تحكي بالتونسي ان فيت، في اسدود ناس معناها متطوعه مع جيش الاحتلال ولا مع الشرطه نتاعهم، ولا ثم حاجات معناها تعيشهم في الغربه اللي يخليوك معناها تعاود تخمم في حياتك، في اللي تشوف فيه، تشوف العالم بعينين مختلفه. مئات نتاع الناس جات من العالم الكل، من 6 قارات لتونس باش تحضر روحها للانطلاق في الأسطول بهدف واحد هو كسر الحصار. هي معناها الحكايه في حد ذاتها قويه برشا، فما برشا لقاءات الحقيقه قعدت في بالي ما تتمحاش. الحقيقه الحكايه هذيا عطتني برشا امل. شوف معناها واحد عمره 18 سنه من نيوزيلندا جاي، فما جينيراسيون جديده عندها برشا وعي، قاعده معناها تطلع في العالم الكل. قاعدين نشوف فين احنا كل ما كنا نقربوا اكثر لغزه كل ما نعرفوا اللي راهو قرب الاعتراف. كان ما توقفناش نهار الاربعاء، كنا نهار الخميس 9 متاع الصباح نوصلوا لشواطئ غزه. الاسطول معناها والتحذيرات ليه وكل حطت ضوء كبير على القضيه الفلسطينيه في العالم. انا مانيش مستغرب الحقيقه بالرياكسيون هذايا، لان عندنا كوتي الحقيقه عاطفي نحن كشعب تونسي وكل. اما ناس معناها اعلاميين في تونس جاي تعطي في رايها، تسب في ناس معناها تناضل ومكرسه وقتها القضيه معناها نبيله. وانا الحقيقه مش كل حاجه نشوفها في الانترنت تصدقها، خاطر فما برشا ديبوت معناها اكتيف على لي ريزو سوسيو. جهاد من بعد الاسطول انسان عنده اكثر امل في الانسانيه، ما يسانو في با دو موا معناها مناضل واحد جوست حاول يعمل حاجه تصلح. فرطتو بودكاست تلقوه على يوتيوب وعلى بقشيش وبالطبيعة فيسبوك انستغرام وتيك توك.